للحديث أكثر مشاهدينا الكرام ينضم لنا في الاستوديو السيد سعد الشمري ممثل حشد الدفاع وكذلك مدير إدارة حشد الدفاع. مدير إدارة حشد الدفاع. فيما يخص قضية رواتبكم أستاذ، طبعا احنا عندنا فد مقدمة لموضوعكم، اسمح لي أنه أسلط الضوء على هذه المقدمة وبعدها أرجع لجنابكم. طبعا مشاهدينا، موضوع حشد وزارة الدفاع واحد من المواضيع المهمة اللي تتعلق بشريحة جدا كبيرة. هذه الشريحة التحقوا بالجبهات بعد ما دخل التنظيم الإرهابي للمدن، قاتلوا وأعطوا شهداء من 2014 وما زالوا لغاية اللحظة لازمين قواطع ومستمرين بالخدمة الفعلية، ولكن لغاية اللحظة هم ما مستلمين أبسط حقوقهم المالية وما عندهم أي رواتب حسب المناشدة. وطبعا عرضنا الموضوع أكثر من مرة، احنا أكو كتب تثبت أنه التخصيصات المالية موجودة وأكو موافقات أصولية بخصوصهم، وهذه الكتب هي معروضة على الشاشة، وإحنا رح نستفسر أكثر عن هذا الموضوع من الأستاذ سعد الشمري. أستاذ، ليش قضية رواتبكم للآن ما انحلت إذا كل الموافقات هي موجودة؟ احنا بالبداية طبعا نشكر قناة الفرات واستبرق الرويع، انت حياكم دائما تسلطين الضوء على الشرائح المظلومة ومتناولة قضية حشد الدفاع أكثر من مرة. أكثر من مرة، صح. حشد وزارة الدفاع لبوا نداء المرجعية حين داعش الملعون وصل أسوار بغداد. نعم. انخرطنا مع القوات الأمنية لأن الفتوى قالت انخرطوا مع القوات الأمنية. احنا لبينا النداء وطلعنا انخرطنا مع القوات الأمنية. الجيش كان تذكرين بانهيار طبعا. طبينا، قاتلنا، حررنا إلى أن صار مسك أرض. أول ما باشرنا ويا الجيش خيتي نشرونا بأوامر قسم ثاني. يعني هسه احنا موجودين كنا عندنا أوامر قسم ثاني. وانت اليوم المقاتل العراقي من يصير عنده أوامر قسم ثاني يعني بعد خلاص اسم وجسم على هاي لا بعد نقدر نروح غير أماكن ولا نقدر نتعين ولا نقدر نطلع حتى راتب رعاية. حسب على جهة. دق اسمك مستمر بالخدمة. صار التحرير بال 2016 بداية 2016 احنا استلمنا راتبين للأمن الوطني. استلمنا راتبين وبوادرة وموجودة. يعني انتم مستلمين سابقا؟ راتبين هي موجودة. هذا الكلام شو وقت أي سنة تقريبا؟ 2016 بس. ايه. وبعدها؟ بعدها انقطعت. بعدها المواكب والعالم الطيبة كانت تعرفين والدعم من الحوزة. نعم. كانت توصلنا. نعم. الحين وباء كورونا انقطع عنا الامداد نهائيا. بعد عندنا والنصر التحرير شكل الدكتور حيدر العبادي من شهر رئيس وزراء لجنة سماها لجنة النصر. نعم. حل مشكلة حشد وزارة الدفاع وصرف مستحقاتهم وإضافتهم على وزارة الدفاع تثمينا لتضحياتهم ما قدموه من شهداء وجرحى. جيد. طلعت علينا لجنة النصر بقيادة الفريق خالد حمود. نعم. والفريق عبد المنعم نعيم من مكتب رئيس الوزراء حصل. طيب. جردة والموجود بس اللي موجود سجلوا، حتى النازل حتى المجاز حتى المريض شالوا اسمه. طيب نازل مجاز هذا اساسا هو موجود. جت لجنه هم جايبين قوائم مو من عندنا هم. نعم. من قيادة قوات البرية. احنا خيتي هناك اكو معضلة كبيرة، احنا تعرفين اكو بقيادة قوات البرية اللي تابعة لوزارة الدفاع والعمليات المشتركة. احنا عندنا داخل قيادة قوات البرية عندنا قسم لحشد وزارة الدفاع ويقودوه ضباط من وزارة الدفاع. ونتعجب وزير الدفاع من ضمن الدعوة يقول انا ما اعرفهم. وهسه الموضوع تقريبا وين متوقف؟ احنا المتوقف في وزارة الدفاع. وانتم من ذاك الوقت لحد هسه مستمرين تداومون؟ مستمرين. ورواتبكم؟ ماكو. زين هاي شلون؟ من موازنة خلي اكمل لك الحديث. نعم تفضل. انتهت لجنة النصر، انتهت تعرفين توصيات العراق احنا بالبلد العراق من تريدين تمشين معاملة سنة يلا تجيش الإجابة سنوات. صح. الروتين ما طلعت التوصيات ل 2019. نعم. ضافونا في موازنة 2019 ومن ضمنها كتاب صدره دولة رئيس الوزراء من كان نائب محمد شاه السوداني. نعم. ضافونا فقرة 2019 فقرة خامسة. أضافت حشد وزارة الدفاع وتم التصويت علينا داخل مجلس النواب. كملت كلها استلمت الفقرات. يعني أي مشكلة بقضيتكم ماكو؟ صوت علينا بعد وفقرة نزلت وخامسة موجودة تقدرين تطلعيها على جنابك من جريدة الوقائع. نعم. نشرتها. كملت التصويت وفرحت عوائلنا وعوائل الشهداء كيفت والجرحى خطية راقدين بالفراش قالوا جانا فرج. طبعا. ونتفاجئ
مخلين ثغرة قانونية وهي عند الوفرة المالية. جيد. هسه احنا مو في وفرة مالية؟ احنا بال2020 ضافونا دولة رئيس الوزراء هسه يأكد على هذا الموضوع. احنا ب2020 ضافونا في فقرة 315 عقود المحاضرين وحشد الدفاع. اذا المفروض انتم ماشيين وياهم. وحشد الدفاع وصوت علينا وانقرت في الموازنة. عجيب. ونزلت بجريدة الوقائع، ولكن باقت سرقت هيك حشد دفاع، راحت المفسوخة عقودهم للي شمر سلاحه وانهزم. احنا على الساتر عافونا، جابوا بدعاية انتخابية تعال مشيكم وعافونا. المهم اتجانا المظاهرات، وطبعا اصعب شغلتين انا صارت بحياتي، شفتيني تحتان بمظاهرات انضربت، هاي خير مظاهرات. اصعب شغلتين بحياتي من ادعو المقاتلين على مظاهرات، والشغله الثانيه من قمه الدعوه على الدوله العراقيه، صعب علينا. احنا ولد هذا البلد وقاتلنا وقدمنا تضحيات وموجودين على السواتر، اقوم دعوه على اللي هم بديهم السلطه. زين. وزاره الدفاع موقفها تجاهكم شنو؟ وزاره الدفاع جمعناد سوى كتاب. العفو خيتي، طلعنا المظاهرات بال21 دز علينا فريق عبد الامير الشمري المحترم، هسه هو حاليا معالي وزير الداخليه، قال انا اتصل بي رئيس الوزراء وش صار اجتماع حولكم لازم حسم ملفكم ونهائيه وبعد لا تتظاهرون. زين. خلونا على فحص طبي. نعم. اعترضنا على الفحص الطبي، بس قالوا على مود يعرفوا الاعداد، مع العلم الاعداد هم عندهم اوامر قسم ثاني ووقوعات كل شهر احنا نرفع، ولازم اكو جرد طبعا، يعني احنا منشورين على الدفاع ويدفع قطاعات. نعم. قبلنا بالفحص، قال هذا الفحص شيء روتيني، هذا كلامه بالبدايه. انتهى الفحص طلعوا 17,000 كاتبين قدامهم فاشلين. من مجموع ايش قد؟ 20,000. 17,000 يعني مو فاشلين يعني انتهى بعد ما لا عميده، بس قالوا خلينا نضيفكم على الصحوه هذول الكبار بالعمر والواشم، حتى انا حكيت وياهم قلت لهم انتم هذا من طلع قاتل وشال سلاحه ما شفته واشم او يقرا او يكتب او كبير، شال سلاحه، واللي قدامي اللي شالت سلاحه كل الجهات، كان الصحوات ولا الحشد العشائري او الحشد الشعبي ما راحوا فحص خيتي. الكل طلع. الكل طلع، احنا هم طلعنا وياهم، هذا بلد نحتاجنا وطلع. نعم. و3000 قالوا على ملاك وزاره الدفاع. هي انتهى الموضوع. 21 راح وكل شيء ماكو. ال 22 ضافونا بكتاب من وزير الدفاع ورئيس الوزراء الاسبق على موازنه 22، الكتب موجوده. صرف مستحقاتهم. هسه احنا بال 24. ايه. ضافونا وعلى اساس انتهى موضوعنا. تعرفين صار بال 23 الانسداد السياسي. بال 23 عفوا. بال 23 احنا مضيوفين لاخر فقره. زين. فقره 15. نعم. اخر لحظات بالاربعه احنا مضيوفين. وين راحت بعدين؟ انشالت. هاي قبل التصويت؟ قبل التصويت بلحظات. وموجود انا عندي فقره 15. يعني مو موجود عندي، موجود فيديوهات من داخل مجلس النواب. استاذ سعد، انت هسه شنو مطالباتكم؟ انا اوعدكم انه موضوعكم يبقى حاضر في صوت عراقي، لكن عندي دقيقتين اريد استثمر وجودكم، وبنفس الوقت اريد اسالكم عن قضيه الدعوه وقضيه المريه اللي استجابتوا لمناشدتها. الدعوه احنا قمنا دعوه بالمحكمه الاداريه والحمد لله كسبناها. نعم. وهي تعرفين انت ملزم كل مفاصل الدوله ملزم بالقضاء العراقي. نعم. واحنا الحمد لله كسبنا الدعوه، وشفتوا انتم عرضتوا على شاشتكم الكريمه، عرضتوا ست طيف، سامي كانت مع العلم خصم. نعم. على التبويب وزاره الدفاع، الحمد لله احنا الدعوه كسبناها وامورنا تبشر بخير ان شاء الله، وبوجودكم وجود كل خير. احنا نبقى وياكم في صوت عراقي، هذا اكيد. واللي المناشده طبعا من طلعت على قناتكم المباركه. نعم. استجابوا للمناشده واخذت حقوق كوزاره الدفاع، راجلها كمقاتل بوزاره الدفاع. يعني شلون وزير الدفاع انت تقول هذا مو ويانا، هم يستلمون شهدائنا من وزاره الدفاع. عرضت عندنا في البرنامج قبل كم يوم. انا حكيت وياك. نعم. واخذوها الشباب وعرضوها بالبرنامج. اتذكر. اي البنيه اللي قاعده حتى طلعها بيت نعم. الايجار. تم الاستجابه لمناشدتها من قبل الوزير. من قبل ناس الوزاره. يعني هي حقوقها يعني. طبعا. وها ترى خيتي احنا عندنا اكثريه شهدائنا.
أعرف. كلهم يستلمون، الأكثرية مو، لا احنا عندنا هواية ما تستلم رواتب، بس الأغلبية خليني أقول لك يستلمون على ملاك وزارة الدفاع، مو على هيئة الحشد. نعم نعم. يعني أنا وين؟ على وزارة الدفاع. الجرحى مالتي اللي يطلعون أكثر من 50% يطلع تقاعد على وزارة الدفاع. فإحنا نريد من منبركم الكريم، ورسالة أنت هم توجهيها إن شاء الله، إحنا نريد يختمون موضوع حشد الدفاع، لأن القضاء ويانا أنصفنا، نعم. النواب كلها ويانا، الإعلام كله ويانا، الشعب العراقي عرف مظلومية حشد الدفاع، صارت مظلومية ماكو مظلومية مثلها بالعالم. نعم. 10 سنين تقاتلين بدون راتب يعني جريمة. احنا الحمد لله نتبشر بخير، القضاء العراقي ما دام انصفنا باذن الله، واحنا راح ان شاء الله نبقى معاكم. استاذ سعد، انا اشكركم شكرا جزيلا لجنابكم الكريم، وانا اشكر مشاهدينا الكرام ايضا. الان نختم دكتور قيصر. نعم، شكرا لمتابعتكم، واوعدكم انه عندي بعض المناشدات ما قدرت اخذها اليوم، اوعدكم انه اخذها الاسبوع القادم اذا بقينا وبقت الحياه. تحياتنا لكم، سلام عليكم ورحمه الله.